السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد اللي درت فيه واحد البسبوسه بالكنافه. كتجي مقرمشه ورائعه، يعني ما تصوروش كي كتجي زوينه بزاف بزاف. نتمنى تجربوها وغادي تعتمدوها في ديوركم. هي فيها مقادير بسيطه وكتجي زوينه، يعني ماشي مكلفه هاد البسبوسه، وكتجي يعني عائليه كتوكل كما كيقولوا. ماشي غد ما كتجيش غير صغيره. كان عندكم ضياف كنتو غتمشيو تضيفوا ديوها معاكم، يعني تكون حاجه زوينه، يعني تحمر لكم الوجه مع ضيافكم، او الزياره اللي تكونوا غادي تقوموا بها عند الاهل تاعكم ولا الاصدقاء. نمشيو نشوفوا الطريقه والمقادير مع بعض. هنا الطريقه نتاع المقادير الاولى، غادي ندير معكم السيرو اللي فيه هو كاس تاع العصير، كاس نادوري داك العريض نتاع العصير تاع البرتقال، وكاس تاع الماء، كاس تاع السكر سانيدا كريستاليزي، وثلاثه نتاع لي طرونش تاع البرتقال، وثلاثه نتاع لي طرونش تاع السيترون اللي هو الحامض او الليم كما كنقولوا حنا. كنديروا كامل هاد المقادير نديروهم في واحد الكاسرونه كاملين، ونديروها فوق النار ونخليوها تغلى حتى يتقل شويه داك الخليط. هو انا بدا كيغلى، ماشي غير كيغلى وتحيدوه، ضروري ما تخليوها تحسوا ديروا بالمعلقه وتشوفوها شويه تقالت باش تجي ديك البسبوسه ما تجيش منفخه، يعني تحسوها تجي مرمله. من يكون ثقيل شويه راه ما كتجيش مرمله، كتجي زينه في المذاق تاعها وفي الاكل، يعني في الماكله تاعها. هذا هو راني طفيت عليه، نخليوه يبرد ونمشيو نشوفوا طريقه اللي غادي نديروا بها البسبوسه. عندي نص كاس تاع عصير تاع الحامض او الليم، 2 كيسان زيت، 2 كيسان السكر، 4 تاع البيضات الا كانوا كبار، ولا كانوا صغار ديروا 5، 100 غرام فرينه، 4 تاع الساشيه تاع لا لوفور شيميك اللي هي الخماره الحمراء، ولو زيست دو سيترون الا بغيتو ديروا 2 دانونات، والسميده 500 غرام تاع السميده. وإلا بغيتو ديروا غير وحده، انا هاد المقادير غادي يخرجوا لي 2 بسبوسات. بغيتو ديروا غير وحده ديروا نصف المقادير، 2 بيضات، كاس زيت، كاس سكر، يعني هكذا المقادير تكون تقسموها على 2. وحتى في الخدمه نتاعها راها ساهله بزاف بزاف، ماشي يعني ما فيها لا تعقيدات لا والو. كنديروا البيض وكنزيدوا عليه السكر، كنضربوا واحد شويه بشويه، يعني ماشي ضروري حتى يذوب داك السكر كامل، ماشي ضروري هكذا. وغادي نبقاو نزيدوا الزيت، دوك 2 كيسان تاع الزيت، كاس من مور كاس. وهنا غادي نزيدوا الدانون ثاني، ونخلطوا. لاول مره يشوف القناه تاعي ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. المشتركين تاعي ما تنساونيش بدي لايك وشي كومونتار زوين، وبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء. هنا غادي نخلط مزيان داك دانون مع، نخلطو مزيان بهذه الطريقه. صدقوني هاد الكنافه يعني سمحوا لي، هاد البسبوسه جربتها المهم غتزيدوا السميده وزيدوا الفرينه مره واحده، ماشي تقولوا نزيدوا شويه بشويه، مره واحده زيدوا هذوك النواشف والخماره عاد ونخلطوا. صدقوني جا لوغو نتاعها رائع، وجات فيها ديك التقرميشه نتاع الكنافه، كتجي زوينه بزاف. كنديرها انا يعني كل مره وشنو كندير فيها، مره القوقاو، مره اللوز، مره الكوك، ولكن الكنافه نظن انا اول مره اول وحده غادي نديرها، وغادي حتى نتوما ديروها غادي تعجبكم بزاف بزاف. المهم كاع اللي كلها عجباتو، وحتى نتوما ملي غتجربوها غادي تعجبكم. الكنافه غير حيروها مزيان في الفران ولا في واحد المقله، ما ديروا فيها لا زبده لا ولا باش تجي مقرمشه. ومن بعد غتشوفوا الطريقه معايا في الاخير.
تبعوا الفيديو، شوفوا الفيديو الاخر وغادي تشوفوا الطريقه. وهنا غادي نمزجو داك بالباتور، يعني ماشي ضروري ديري غير باي حاجه، بالباتور بالفوي يعني تخلطي. وهنايا الطريقه اللي خصكم ديروها باش ديك البسبوسه يعني ما تلصق لكمش، غادي تدهنوا ليمون بالزبده وديروهم في الفريغو، يعني في الفريغو، وتخليوهم هادي في الاول قبل ما تبداو. صافي من تكونوا كملتوا الخليط تجيبوا تخرجوهم بالفريغو، ديروا لهم السميده، وعاد تخويو فيهم الخليط بهذه الطريقه. نخويو الخليط، درت واحد المول تاع الزاج، واحد المول تاع الحديد، يعني المول اللي كان عندكم، سواء بغيتو ديروها هكذا ولا دوك المول اللي مثقبين في الوسط، ولا مول اوفال ولا طويل يعني كما كان، وتدخلوها الفران وتخليوها طيب حتى تحمر. تشوفوها حمارت من الجناب من الفوق ومن التحت مره واحده، كتجي زوينه بزاف هكا. الا خليتوها شويه ما حمراش ما غاديش تجي واحد لوكوزين. ضروري البسبوسه ما طيبوها مزيان هكا بهذه الطريقه، وغير تخرجوها. ملي غنخرجوا هذاك السيرو غادي يكون براد، وغادي نعمرو. غتشوفوه اش نقول لكم انا، غادي نقاس. شوفوا راه كاين كاس تاع السكر وكاس الماء وكاس عصير، ولا درك تقريبا غير ماشي عامرين الكؤوس يعني تاع داك السيرو. وصافي تبقاو ديروا هكا، تبداو بالجناب تسقيو، عاد تجيو للوسط، لان الوسط كيشد التسقيه يعني داك باش ما يجيش، ما عرفتش كي غادي نقول لكم، ما تجيش منفخه بزاف ولا هكذا. غتسقيوهم وتخليوهم تاني تا يبردوا، عاد ديموا ليهم بالليمون نتاعهم. غادي ديمولاو بسرعه، يعني ما غاديش يكونوا لصقوا ولا. الا درتوا الطريقه تاع هكا ديروها في الثلاجه في الفريغو ليمون. وهذه هي البسبوسه نتاعي، غادي نخليها دوك، غادي نسقي الثانيه. هذه واحد النحله ملي شافت داك العصير، يعني داك السيرو، جات بقات كدور. وهي كتجي زوينه، وداك السيرو ملي كيكون عاقد شويه كيجي هكا يبريي. وهنا من بعد ما قلبتهم في الاخر غادي نزيد لهادي واحد شويه السيرو. ديك الثانيه كان شويه رقيقه ما زدتلهاش السيرو الفوق، بصح هادي زدت لها واحد شويه. ودهنيها بالكونفيتور، وديري لها الكنافه اللي تكوني حمرتيها في الفران او في شي مقله، وتعمريها هكذا. صدقوني راه ديك القرمشه اللي كتكون فيها كتجي زوينه بزاف بزاف. وهذه درت عليها القوقاو، يعني التزيين اختياري، انا درت هاد التزيين وانتوما وكي بغيتو. وغادي نخلي لكم المقادير نتاعها في صندوق الوصف، يعني المقادير تاع زوج ونتاع زوج بسبوسات، ولا بغيتو ديروا وحده ثاني ندير لكم المقادير تاع وحده. وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. وهذه هي البسبوسه تاع الكنافه، نتمنى تجربوها وتعجبكم حتى نتوما. صدقوني شوفوا كي كتجي، يعني ما كتجيش ديك شي مره شي واحد كيدير هاد البسبوسه من كتقطعها كتبقى تفتت من كثر ما داك اللي كيسقيو منه كيكون جاري، يعني ما عقدش شويه، وهكذاك ما تجيش مزيانه، كتجي مرمله. هذه ما كتجيش مرمله، كتجي رائعه. وما تنساوش تفرجوا الفيديو للاخر، وما تنساوش لي لايك وكومونتير زوين من عندكم. راني درت لكم حاجه جديده، هي ما نظنش انا شي واحد دار البسبوسه بالكنافه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.